منتجات صديقة للحامل. هكلمك النهاردة عن شوية منتجات ممكن تبتدي معاكي أثناء الحمل وتكمل معاكي كمان لبعد الولادة. المنتج الأول، سريعا كده ومن بدري بدري قبل ما جلدك ينشف وقبل ما تطلع لك ستريتش ماركس، لازم تبتدي ترطبي بشرتك وجسمك من الشهور الأولى. طبعا الكريمات واللوشنز المخصصة لحاجة زي كده للأسف الشديد سعرها عالي جدا، بس أنا كالعادة عندي ليكي الحل: الزيوت الطبيعية. زيت اللافندر، زيت اللوز المر، زيت ثمرة البرتقال، زيت الرمان، وزيت اللبان العطري. أنا شخصياً استخدمت أثناء حملي زيت اللافندر، وهو بجد مفيد جدا وبيعمل على تجديد الأنسجة وترطيب البشرة، وكمان بيساعد إن الستريتش ماركس ما تطلعش. بس خلي بالك، قبل ما تبتدي تستخدمي أي زيت من دول لازم تعملي الأول اختبار التحسس، وهو إن انت بتاخدي نقطتين بالظبط من الزيت وبتحطيهم على الكوع وبتستني لمدة 24 ساعة. لو جلدك ما عملش أي نوع من رد الفعل يبقى انت الزيت ده بالنسبة لك آمن وتقدري تستخدميه. المنتج التاني كريم بيور لان، وهو كريم جميل كده وبيرطب وحنين قوي كمان في سعره، وده بيستخدم لتدليك منطقة الصدر، وعلى فكرة هو آمن جدا حتى لو فضلتي تستخدميه أثناء الرضاعة. المنتج الثالث وهو الفوط الصحية اليومية، حتى لو انت مش بتستخدميها في الأيام الطبيعية أثناء الحمل هتكون مفيدة بالنسبة لك، وأنا برشح لك ان انت تستخدمي مولبد. المنتج الرابع وهتحتاجيه بعد الولادة إن شاء الله، وهي الفوط الصحية، وانا في الفترة دي برشح لك دراي بوست، حلوة جدا ومريحة جدا وهي اكتر حاجة هتنقذك في الفترة دي. يلا ابعتي الفيديو ده لصاحبتك اللي لسه عارفة انها حامل ومحتاسة ومش عارفة تجيب ايه.